جالس بوسط المحطة ناطر القطار يمر، ارجع لديرة هلي في رجله ابنه مني مر. كان الشاب سنه من سني بس تصرفه غريب، ينظر للناس ويلمس كل حد جنبه يصير قريب. صرت متابع عن الحالة وابتسم بكل سخرية، صرت اكلم حالة اقول وش هالاشكال النفسية. مر الوقت وهو عحالة، مرة يوقف مرة يجلس عن كل شيء يسأل ابوه، كل شوي باذنه يهمس. والغريب انه كان شكله مو شكل مجنون، مرتب اخر ترتيب هندامه بيسحر عيون. اخيرا جاه القطار بصعد قبل لا يجنني، وش في هذا كأنه طفل ما يختل قلقني. جلست في مكاني حسب تسلسل التكت، والمصيبة رقمه يجلس قدامي شو هذا البخت. الطريق 4 ساعات كيف راح نقضي معاه، كيف ثقال الدم احملها يلا توكلنا بالله. اتحرك فينا القطار بدأ يندهش من ثاني، كل شوي يعيد الجملة هذه، هل في حلم آني؟ كم جميلة هالأشجار، انظر يا بهالطيور، والغريب أبوه متماشي والفرح تعايش دور. فجأة بعد شوي يصرخ قلبوه مظل الغيم، انظر كيف الدنيا تمطر سبحان الله العظيم. جالس اتكلم بقلب الناس تنظر لو أنا محرج، كيف راح أقضي وقتي معاهم لكني لقيت المخرج. يا عمي وش فيه ابنك كلمة بثنية الحبيب، حاول تلاقي له حل أي شي وديه عند الطبيب. الشاب التفت لي ابتسم، اسف ضايقتك يا اخوي، اتكلم معي ما حاجة انك تكلم ابوي. كنت من شهرين بمشفى والحين انا لاهلي راد، ماني مجنون انا اصحى منك والحين حيلي زاد. استحملني شوي لان من صغري وانا عايش ازمة، اول مرة اليوم اشوف لاني من صغري كنت اعمى.